السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كيف حالكم؟ أنا تمام التمام. اليوم سنغوص في عالم الكرتون لنكتشف أسرارا لم يعلم بها أحد. لكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلك جديدي. أطفئوا الأنوار وهيا لنبدأ. السلام عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ Mom's clothes? Beep boop, beep beep boop. Hey Sandy, what's going on? والآن يا أصدقاء أظن وأعتقد أنكم فهمتم ماذا أقصد بهذه اللقطة، ورأيتم بأعينكم كيف كان كلارنس يلبس زي فتاة ويضع شعرا مستعارا، وهذا دليل قاطع أن هذا الكرتون يدعم المثلية. كيف لكلارنس وهو فتى أن يظهر على شكل فتاة؟ لكن يا أصدقاء يوجد العديد من المتابعين يقولون أحياناً أن هذا مفبرك أو شيء من هذا القبيل، لذلك أحضرت لقطة ثانية. تابعوا معي بعدها سنتحدث. Tea? Oh, no thanks, I'm good. Clarence, we brought you here today because we want to tell you something about Jeff. You see, Jeff is a special boy. Oh, I know he's special. I mean, he is my best friend. والآن يا حبايبي بعدما شاهدتم هذه اللقطة سأتحدث عنها وأفسرها لكم، لأنني أعتقد أن العديد منكم لم يفهم هذه اللقطة. فهذه اللقطة عبارة عن كلارنس وجيف ووالدي جيف، ووالدي جيف في هذه اللقطة عبارة عن امرأتان. نعم يا أصدقاء، وهذا دليل واضح وضوح الشمس. كيف لوالدين أن يكون أم وأم أخرى؟ هذا شيء غريب يا أصدقاء، وليس منطقيا على الإطلاق، خاصة في دين الإسلام. لا يوجد ثنائي متكون من امرأة وامرأة أخرى، إما أن يكون زوجان امرأة ورجل أو لا يكونا. فأنا كنت قد أحضرت لكم هذه اللقطة الثانية لكي تتضح لكم الأمور، والآن أعتقد أنكم فهمتم وعرفتم وتأكدتم يا أصدقاء من غاية هذا الكرتون. يحاولون استنساخ عقول الأطفال وأن يوضحوا لهم أن المثلية شيء عادي، لكن يا أصدقاء فهموا إخوانكم وأولادكم أن هذا شيء حرام. والآن يا أصدقاء، ما الداعي لكل هذه الإشارات في رأيك؟ أتمنى أن تخبرني في التعليقات وسأتقبل أي فكرة تطرحها. لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لكي أستمر في تنزيل وأنزل لك المزيد من الأشياء الرائعة والحقائق المرعبة والنظريات المخيفة. باي.